السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي وحبايبي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي. معاكم مستر حسام طلعت واحنا النهارده جايين لكم بمراجعة شهر نوفمبر علشان نبقى جاهزين للامتحان إن شاء الله على يونت 3 and يونت 4 وتشابتر 3 وتشابتر 4 من الستوري. أتمنى تكونوا جاهزين ومستعدين لأن احنا النهارده هنراجع مراجعة سريعة جدا على يونت 3 ويونت 4 وإن شاء الله نحل مع بعض كام سؤال كده علشان ميبقاش فيه أي فكرة ولا أي مشكلة هتواجهنا في التو يونتس دول. يلا بينا نبدأ. يونت 3 كان معانا بيشرح مستر الادجكتيفز والادفيربز وبيشرح معانا types of adverbs انواع الاحوال والظروف وهكذا. خلينا الاول نبدا بالصفات وامتى الصفه تيجي قبل الاسم وامتى تيجي بعد الاسم وامتى تيجي من غير اسم اصلا. تعال نبدا الاول يا مستر بالصفات. هتلاقيني بقول لك خلي بالك ان الصفه هي تصف الاسم وغالبا تاتي قبله. يعني يا مستر الصفه مش دايما قبل الاسم، قال لك مش دايما. خلينا نمشي بقى واحده واحده. بص يا سيدي، انا هنا قلت ولو ذكرت او ان فلازم دايما اجيب singular noun او اسم مفرد. فلو الصفه جه قبلها او ان لازم يجي بعديها اسم. بس يا مستر هو انا ممكن اشيل او الان واشيل الاسم واقوم كاتب لك he is tall واسكت؟ قال لك تبقى صح بدون اي مشاكل. تاني يا مستر الحته دي، يبقى انا لو حطيت او ان لازم احط اسم مفرد. طب لو مفيش ولا ولا ان قال لك حط الصفه من غير اسم. طب يا مستر هي لو الصفه جمع، يعني يا مستر ممكن اقول لك they are happy من غير اسم. ممكن اقوم حاطط اي اسم جمع في الاخر اقول لك they are happy boys او happy girls او ايا كان. قال لك خلي بالك ان عندنا بعض الاسماء الصفه دايما بعديها اللي هم عيله some و any. طبعا معاهم every و no. العيله دي يا مستر قال لك الصفه دايما بعديهم، بس خلي بالك هم ما بيجوش some و any و every و no كده بس. قال لك لا، يجي بعديهم one body thing place where. اي كلمه يا مستر من الكلمات ديت لما بشوفها الصفه تيجي بعدها مش قبلها. يعني ايه؟ يعني يا ترى يا مستر اقول something important اجيب الناون وبعديها الادجكتيف، ولا اعكس اجيب الادجكتيف وبعديها الناون؟ قال لك لا، طالما انت عندك من عيله some و any something nothing everything anything someone everyone anyone no one، كل يا مستر العيله دي بيجي بعديها الصفه. فما ينفعش الاقيني مره كده كاتب لك interesting something طب انت قال لي لا يا مستر الجمله دي خاطئه ولا تصح وما ينفعش اشوفها. بعد كده ندخل على ملحوظه مهمه مشتركه مع يونت 1 وعندنا هي في يونت 3 وان شاء الله هنشوف بعض الملحوظات عليها في يونت 4. قال لك خلي بالك من الستيتيف فيربس، افعال الحاله. افعال الحاله تجيب صفه. يعني ايه يا مستر؟ افعال الحاله احنا اتفقنا ان هي بتوصف حالتك، بتقول انت حاسس بايه او عشان كده يا مستر افعال الحاله اللي زي لوك وسميل وسيم وتيست وساوند بيجي بعديهم صفه عادي. مع ان انا عندي فيرب تيست يا مستر اللي هو فعل، بس ده فعل ستيت، وطالما فعل ستيت يبقى بيجي بعديه صفه عاديه خالص. خلي بالك ان احنا عندنا مجموعه من الصفات استحاله الاسم يجي بعدها، زي awake والايف والون وافريد وجلاد وبليزد. اكيد يا مستر مش هقول لك جلاد بوي او بليزد مان، مفيش يا مستر الكلام ده، الصفه دي ما بيجيش بعدها اسم خالص. قال لك خلي بالك بقى من بعض الصفات اللي لازم حتما ولا بد غصب عن اي حد دايما يكون معاها اسم. قال لك زي كلمه اندور واوت دور. قمت انت افتكرت لي يا مستر طب ما انا عندي كلمه اسمها اوت دورز وان دورز. اقول لك طب لا ركز بقى معايا. لو انا هنا مفيش حرف الاس هحط اسم لان ساعتها دي صفه تحتاج اسم. انما لو انا حطيت حرف الاس هنا قال لك ده انا كده استغنيت عن الاسم. يعني بدل ما اقول لك فوتبول از ان اوت دور سبورت ممكن اقول لك فوتبول is played outdoors.
الكرة تلعب بالخارج أو خارجا. يا مستر أنا بمجرد ما حطيت حرف الاس دوت أنا شلت كلمة سبورت واستغنيت عن النون. خلي بالك من صفات الملكية اللي بيجي بعديها اسم، اللي هي زي ماي وزي هز وزي هير. ليه يا مستر؟ قال لك لأن دول برضه لو اتحط لهم الاس ما ياخدوش اسم. يعني مثلا لو بقت ماي ماين، لو هير بقت هيرز، لو مثلا أنا هنا كان عندي يور خليتها يورز. يور اللي من غير الاس تاخد اسم، انما يورز اللي بالاس ما ينفعش معاها الاسم. طيب بعد كده يا مستر قال لك خلي بالك من بعض الصفات اللي في ذا لو دخلت عليها تجمعها، هي وكلمة people. زي قال لك زي كلمة old، لو انا قلت the old او old people انا كده جمعت الصفة. بدل ما هي عجوز بقت العجزة اللي هم الكبار في السن. لو هي بور فقير وانا خليتها ذا بور او بور بيبل بقت بمعنى الفقراء. نفس الكلام مع يونج وديد. يونج شاب صغير السن، طب لو بقت ذا يونج بقت الشباب. ديد ميت، طب لو بقت ذا ديد الميتين او المتوفين. بعد كده يا مستر نخش بقى على ملحوظة مهمة جدا، وهنا انا كنت من كام يوم قاعد كده بسكرول على التيك توك وشفت حد بدون ذكر اسمه طالع يهبد اكبر هبده في التاريخ. كان بيشرح الجزئيه بتاعت الصفه اللي اخرها اي ان جي والصفه اللي اخرها اي دي، وقام قايل جمله كارثيه. لو انا جيت قلت لك في الجزئيه دي ان لو انا بادئ بعاقل احط للصفه اي دي، ولو بادئ بغير عاقل حط للصفه اي ان جي، انت هتفرح تقول ياه ايه السهوله دي، ده مفيش اسهل من الدرس ده كده. طب لو انت صدقتني تبقى حمار. ليه؟ تعال نمشيها بقى مع بعض واحده واحده. مستر صفه زي بور ينفع تحط لها اي ان جي وينفع تحط لها اي دي باختلاف المعنى. هنا قلت لك ذا فيلم از بورينج، هنا قلت لك اي ام بورد. هنا الفيلم ممل، هنا انا اشعر بالملل. انت قال لي طب يا مستر ما انت عملت زي ما هم بيقولوا، انت جيت هنا كده وقمت جايب ذا فيلم اللي هو غير عاقل وهنا جبت اي اللي هو عاقل. اقول لك طب ما تكمل معايا كده وتعالى شوف المثال ده. مو صلاح is نقط he plays really well. قمت حاطط لك في الاختيارات يا ترى هو amazed ولا amazing. انت بقى لو مشيت ورا بتوع التيك توك هتقول لي يا مستر محمد صلاح ده عاقل، هقوم مديله اي دي، اقول لك غلط. تقول لي ازاي يا جدع؟ اقول لك اصل يا مستر هي اصلها يسبب الشعور بالصفه ولا يشعر بالصفه. محمد صلاح هنا يشعر بالدهشه ولا يسبب الدهشه؟ يا ترى محمد صلاح يشعر بالذهول ولا يسبب الذهول؟ يا مستر ده انا بقول لك ان هو بيلعب جيدا جدا، يبقى هنا هو اللي يشعر بالدهشه؟ لا ده بيسبب الشعور بالصفه. طب يا مستر انت اديتني مثال على العاقل، ما تديني مثال غير عاقل. هقول لك مثلا my cat is tired. قطتي تشعر بالتعب. يا مستر هي مش القطة تقدر تشعر؟ تقدر تشعر. يا مستر هي مش القطة غير عاقل؟ ما احنا اتفقنا بقى الجزئية بتاعتنا لا لها علاقة بعاقل ولا بغير عاقل نهائي. نرجع هنا بقى تلاقيني شرحها لك ازاي. بقول لك خلي بالك الصفه لو اخرها اي ان جي يبقى يسبب الشعور بالصفه، انما الصفه لو اخرها اي دي يشعر بالصفه. واديتك مثال تاني قلت لك the match was amazing، المباراة كانت مدهشة. I felt amazed، أنا شعرت بالدهشة. هنا أنا اللي أشعر، هنا هو بيسبب. ندخل بعد كده يا مستر على الفرق ما بين الصفة والحال. خلي بالك ان انا هنا هتكلم على الفكره مختصره، بعديها هنقسم انواع الظروف والاحوال. وطبعا الجزئيه بتاعت انواع الظروف والاحوال انت هتحفظها زي ما هي، هتحفظ ان دي بقى ظروف المكان ودي ظروف المكان ودي الدرجه وهكذا. طيب مستر القاعدة الأساسية للحل إيه؟ قال لك بص، اعرف الأول إن الصفة تعود على الاسم وغالبا دائما. الصفة تعود على الاسم وغالبا دائما. إنما الحال مؤقت. الحال
مؤقت، والحال بيجي مع الفعل. وخلي بالك انا دلوقتي بتكلم كفكره عامه قبل ما نتطرق لانواع الاحوال والحالات الخاصه. الحال في الطبيعي بتاعه لازم يبقى عنده فعل، والحال مؤقت بينتهي بانتهاء الفعل. زي ايه؟ قلت لك she is hungry، فالجوع ده يوصفها هي اللي جعانه. انما لما قلت لك she is eating hungrily، يا مستر hungrily دي طريقتها وهي بتاكل بتوصف طريقتها في الاكل ولا بتوصفها هي شخصيا؟ لا، دي بتوصف طريقتها في الاكل. طب لما الاكل ينتهي الصفه كمان، او معلش، لما الاكل ينتهي الحال بتاعنا بينتهي. مستر مثال تاني تحتيه اهو، قلت لك he is happy، هو سعيد، السعاده دي عايده على مين؟ عليه هو. طب لما قلت لك he is smiling happily، فهابلي السعادة دي مربوطة بالابتسامة. طب بعد ما الابتسامة تخلص السعادة برضو تخلص. يبقى يا مستر الحال يعود على الفعل وينتهي بانتهائه. الحال يعود على الفعل وينتهي بانتهائه. أن أوقات الحال ينفع يجي مع الصفة. يعني أنا جبت terribly مع expensive عادي، ده حال زائد إيه؟ زائد صفة عادي، مفيش أي مشاكل. قال لك خلي بالك بقى من بعض الكلمات اللي آخرها ال واي وهي في واقعها ليست حال وإنما صفة. زي إيه؟ قال لك زي friendly، deadly، fatherly، motherly، brotherly، sisterly. طب لما أجي أخليها حال قال لك بنستخدم in a way أو manner. بس خلي بالك هو مين الحال في الجملة؟ هل هو friendly؟ قال لك لا. طب هي in؟ لا. طب قال لك بص كده الجزئية دي كده كلها على بعضيها في محل حال، وتبقى بمعنى هو يتحدث بطريقة ودية. هل ده ان هو شخص ودود؟ قال لك لا، ده في الكلام بس، لكن هو ممكن بعيدا عن الكلام هو مش شخص ودود. بعد كده دخلنا نتكلم على ملحوظة مهمة جدا جدا جدا، وهي الصفات الغير منتظمة عند تحويلها لحال. زي كلمة جود دي صفة الحال منها ويل، ده احنا ما حطينالوش ال واي يا مستر. زي كلمة فاست تفضل فاست، لو لو، هارد هارد، ليت ليت. يا مستر ده ما بيتضاف لهمش أي حاجة، تمام، لان هم غير منتظمين. سامعك يا اللي بتقول لي امال يا مستر انا اوقات بشوف كلمه اسمها هاردلي واوقات بشوف كلمه اسمها ليتلي، ايه الكلمتين دول؟ هقول لك بص معايا يا عم الحاج. مستر خلي بالك ان دي adverb ودي برضو adverb باختلاف المعنى. مستر ليت وليتلي، قال لك ليت دي هي جايه من صفه متاخر فتبقى بمعنى متاخرا، انما ليتلي بمعنى مؤخرا. هل المتاخر بمعنى مؤخر؟ يا مستر هو يعني ايه مؤخر اصلا؟ قال لك مؤخرا دي اللي هي بمعنى حديثا. هل حديثا دي ليها علاقه بمتاخرا؟ لا يا مستر ملهاش علاقه. طب كلمه هارد اللي هي بصعوبة أو بصلابة، هل ليها علاقة بهاردلي اللي هي بالكاد أو تقريبا لأ؟ لا يا مستر ملهاش. طب كلمة رونج اللي هي جاية من صفة رونج خطأ، ورونج هنا بالخطأ أو بخطأ، لما بقت رونجلي قال لك بقت بظلم، هل دي هي دي يا مستر؟ برضو لأ. طب كلمة نير اللي هي قريب جاية من صفة قريب، لما بقت نيرلي بقت تقريبا، اللي هو الحاجتين قريبين لبعض متساويين تقريبا. يبقى يا مستر مش اي ال واي بتبقى حال، ومش اي صفه ضيف لها ال واي تبقى حال جاي بنفس المعنى. خلي بالك بقى من الملحوظه دي، لان انا ممكن اجيب حال يوصف لي جمله كامله بس بشرط يبقى جاي في اول الكلام وبعديه كوما، او يبقى جاي في اخر الكلام وقبليه كوما. يعني انا كان ممكن اقوم كاتب fortunately في اخر الكلام. بس يا مستر هي كلمة فورشنتلي لحسن الحظ اللي هتيجي في أول الكلام بعديها كوما أو في آخر الكلام قبليها كوما بتوصف إيه؟ هل هي هتوصف دير ولا ووز ولا إناف ولا جاس ولا تو ولا ريتش ولا اور ولا ديستنيشن؟ قال لك لا، هي هتوصف الجملة كلها. هو إيه اللي حسن الحظ؟ إن إحنا كان عندنا جاز كافي إن إحنا نوصل الوجهة بتاعتنا. طب يا مستر هو أنا ممكن أجيب حالين جنب بعض زي كلمة ريلي ويل؟ عادي. يبقى يا مستر اللي احنا دلوقتي وصلنا له ان الحال بيوصف فعل، ممكن يوصف جملة، ممكن يجي مع الصفة، ممكن يجي مع حال زيه. تعال بقى نفتح الكتاب ونقسم انواع الظروف او انواع الاحوال، لان الجزئيه دي هي كده كده حفظ. هيديك مثلا ايه؟ احوال الزمان واحوال المكان والدرجه والحاجات دي كلها.
نخش بقى بعد كده على أنواع الظرف أو أنواع الحال. قال لك أول نوع هي ظروف المانر اللي هي الطريقة. زي إيه يا مستر؟ قال لك زي كلمة quickly, beautifully وهكذا اللي هي بتوصف طريقة فعلك للشيء. طب مستر ظروف المكان قال لك زي هير وزير وانسايد واوتسايد وابستيرز داونستيرز والحاجات دي. طب يا مستر ظروف الوقت زي ناو وذن ويسترداي وتومورو والحاجات دي. الفريكونسي اللي احنا حافظينها من ابتدائي اللي هم always often usually sometimes وهكذا. adverbs of degree صفات الدرجة او ظروف الدرجة اللي بتقول لك درجة الصفة قد ايه، يعني الحاجة دي كتيرة ولا قليلة وهكذا. بعد كده هنتكلم على ملحوظة مهمة فيها مستر بعض الصفات الضعيفة وبعض الصفات القوية. يعني ايه صفات ضعيفة وصفات قوية؟ قال لك يا مستر زي كلمة small ده صغير الحجم صفة عادية، انما tiny ده ضئيل او صغير جدا. كلمة big كبير، انما كلمة huge او enormous بمعنى ضخم. يبقى يا مستر اللي انا عايز اوصله لك هنا ان الصفات متدرجة، زي عندنا في العربي ممكن اقول لك انا تعبان، ممكن اقول لك انا مرهق، ممكن اقول لك انا ميت من التعب. صفات درجة بتتدرج، يعني الصفة دي صغيرة، الصفة دي الانتنسيتي الشدة بتاعتها كبيرة وهكذا. طب مستر الصفات العادية اللي هي زي هوت تايرد تول شورت انجري هابي بيتحط لها ظروف درجه اللي بتقول الدرجه بتاعتها قد ايه، زي كلمه ليتل وابيت ورادر وكوايت وفيري وريلي واكستريملي. بيقولوا لك يا مستر الدرجه بتاعت الصفه دي قد ايه. يعني مثلا لما اقول لك extremely hot حر للغايه. طب لما اقول لك مثلا a little angry هو غاضب شويه صغيرين وهكذا. طب مستر امال الصفات بقى القويه زي كلمه gigantic او enormous اللي هي ضخم، زي كلمه furious او ancient او غيرهم. قال لك يا مستر الصفات القويه دي بنستخدم معاها ظروف درجه زي ايه؟ قال لك زي كلمه absolutely و utterly. دول يا مستر بيجوا مع الصفات الايه القويه. بعد كده اخر جزئيه خالص معانا في الجزئيه بتاعت انواع الظروف. قال لك خلي بالك ان في صفات ما ينفعش تاخد معاها ظرف ولا حال ابدا. ليه؟ قال لك الصفات دي يا موجوده يا مش موجوده. يعني ايه يا مستر يا موجوده يا مش موجوده؟ قال لك يعني ما بتتدرجش. زي كلمه ديد ميت. هو في حد ينفع اقول لك هو ميت جدا، هو ميت نص نص، هو ميت الى حد ما؟ هو يا موجوده يا مش موجوده، يا ميت يا مش ميت، يا عايش يا مش عايش، ما فيهاش وسط. زي كلمه مثلا مين. كلمه مين دي يعني حاجه اساسيه او رئيسيه. ممكن اقول لك حاجه اساسيه جدا او حاجه اساسيه الى حد ما، وهو الحاجه يا اساسيه يا ثانويه، ما فيهاش ايه وسط. على عكس كلمه طول هو ممكن يبقى طويل الى حد ما، ممكن يبقى طويل جدا وهكذا. خلي بالك يا مستر ان الصفات اللي هي المطلقه اللي ملهاش درجات ما ينفعش لا استخدمها في المقارنه ولا التفضيل. يعني مثلا زي المثال اللي هو مديهولك هنا، مثال بمعنى كلمه ديد، هل ينفع اقول لك جدي ميت اكتر من ستي؟ يا مستر العبط ده هو ينفع؟ هي كلمه ديد هو الموت في مقارنه؟ لا يا مستر ما فيهوش. هنقول بقى ملحوظه مهمة جدا 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 وهي آخر ملحوظة معانا في يونت 3. إيه يا مستر الملحوظة المهمة اللي في يونت 3؟ قال لك الملحوظة ديت على قاعدة اسمها الإقلاب، اللي إحنا هنبدأ فيها بكلمة زي never أو hardly أو barely أو rarely، والامثله اللي هي ظروف منفيه تحسها دايما منفيه. قال لك دول يا مستر بيعملوا حاجه اسمها انفيرجن او اقلاب، يعني بيجي بعديهم فعل مساعد زائد فعل اساسي او صفه. مش فاهم؟ قال لك بص كده المثال ده هيقول لك hardly نقط come late، ويبقى قايل لك يا ترى انت هنا تختار does he ولا he does. انت للوهله الاولى هتقول لي يا مستر ده هنا في نقطه، يبقى انا عايز الفاعل الاول. هقول لك غلط، علشان hardly في اول الكلام بتعمل اقلاب زيها زي no sooner وهاردلي وسكيرسلي اللي كانوا عندنا في يونت 2 في اول المنهج. يا مستر كان بيجي بعديهم had فاعل تصريف ثالث صيغه الايه الاقلاب، بجيب شكل سؤال ولكنها جمله. بس الكلام ده لو جم في الاول بس، لان هم لو جم في النص بص كده الجمله تبقى عامله ازاي. لقيتني بقول لك he
hardly comes late. طب انت مستغرب ايه ده؟ مستر هي الدز راحت فين؟ والاس جت منين؟ هقوم قايل لك الدز احنا عارفين ما بتجيش بعد الفاعل، الدز بتيجي في شكل السؤال بس قبل الفاعل. طب لما شلت الدز بقى عندي هي، وانا عارف ان بعد الهي والشي والات لازم ازود للفعل اس او اي اس او اي اي اس. ندخل بقى بعد كده على يونت 4. يونت 4 هو مرتبط بيونت 3 بس بيشرح حاجه مختلفه الى حد ما، وهي الكمباريتيف المقارنه والسوبرلاتيف اللي هو التفضيل، وكمان معانا التساوي وعدم التساوي. قبل ما نبدا خلينا نعرف يا مستر هي الصفات كم نوع؟ الصفات عندنا السنه دي 4 انواع: صفات قصيره وصفات طويله وصفات غير منتظمه. عارفينهم. ايه النوع الرابع؟ قال لك في عندك بعض الصفات اللي تنفع طويله وتنفع قصيره. زي ايه؟ تعال نشوف. الصفات اللي قدامنا دي هي صفات مشتركه تنفع طويله وتنفع قصيره. يعني لما هنيجي نشرح دلوقتي هتلاقيني بقول لك دي قاعده الصفه الطويله ودي قاعده الصفه الطويله، اللونج ادجكتيف والشورت ادجكتيف، ودي الirregular الغير منتظمه. انما الصفات دي هي تنفع طويله وتنفع قصيره، مفيش فرق. يعني لو طبقت عليها القاعده الطويله صح، ولو طبقت عليها القاعده القصيره برضه صح. طب مستر طبعا تعالى نقول معانيهم كده بسرعه بسرعه. كليفر يعني ذكي او ماهر. common يعني عادي طبيعي. friendly يعني ودود. cruel يعني قاسي. simple يعني بسيط. وpolite يعني مؤدب أو مهذب. مستر الصفات دي وفي بعض الصفات كمان بينفع طويلة وينفع قصيرة، يعني لو شفتها جاية في القاعدة الطويلة صح وشفتها جاية في القاعدة القصيرة برضو صح. تعالى بقى نبدأ بالمقارنة أو الكومباريتيف. قبل ما نبدأ في المقارنة لازم نكون عارفين هو إيه الفرق ما بين المقارنة وما بين التفضيل أصلا يا مستر. هتلاقيني بقول لك كده حاجة ثابتة تخليك عارفها. المقارنة هي ما بين اتنين، طرف أول وطرف تاني. وخلي بالك بقى من الملحوظة المهمة قوي دي، لازم الطرف الأول يكون مساوي للطرف التاني مش في العدد ولكن في المفرد يبقى مفرد. يعني ما ينفعش أقارن مفرد بجمع، غلط. يبقى مفرد مع مفرد، جمع مع جمع، معرفة مع معرفة، نكرة مع نكرة. بس ما جيش انا بقارن ما بين الولاد والبنات ويبقى عندي 3 ولاد و5 بنات تقول لي غلط. لا صح، ما هي مجموعه الولاد ومجموعه البنات ايا كان بقى عددهم قد ايه مش شرط، ما هي اصلا مقارنه. يعني بتقول لك ان فيهم طرف اكتر من الطرف التاني في الصفه دي. يبقى يا مستر انا ما يهمنيش عدد الطرف الاول او عدد الطرف التاني، انا يهمني ان لو الطرف الاول جمع فالطرف التاني جمع، الطرف الاول مفرد فالطرف التاني مفرد، الطرف الاول معرفه الطرف التاني معرفه. طب تعالى نبدا يا مستر وتقول لي القاعده كده. هتلاقيني بقول لك هنبدا بالسبجكت، يجي بعديه حاجه من verb to be يعني am او is او are او was او were. بعدها احط صفه قصيره short adjective. انا سامع حد بيقول لي يا مستر طب هو انا بقى انت قلت لي شويه الصفات الغير اللي هي بتنفع طويله وتنفع قصيره، والصفات الغير منتظمه معروف ان ليها جدول هحفظه. طب الصفات القصيره هقعد احفظها كلها واقعد احفظ الصفات الطويله، ولا اسمع كلام الناس اللي بشوفها في الفيديوهات اللي هي ام 10 15 ثانيه ويقول لك عد لو الصفه 5 حروف تبقى طويله ولو الصفه اكتر من 5 حروف تبقى مش عارف ايه والكلام العبيط ده كله؟ ولا انا سمعت ملحوظه حلوه قوي بيقول لك لو الصفه فيها حرفين متحركين تبقى قصيره، اكتر من 2 متحركين تبقى طويله. طبعا الكلام ده كله غلط. امال يا مستر قال لك احنا بنقيس المقطع الصوتي السيلابل بتاع الكلمه. لو الكلمه مكونه من مقطع صوتي واحد او 2 تبقى قصيره، طب لو اكتر من 2 تبقى طويله. وخلي بالك من الصفات المضافه، بيبقى الصفه جاي من اصل كلمه وتضاف لها مقطع كمان، دي دايما طويله. زي كلمه بورنج او بورد يا مستر، دي مقطعين بس هي اصلها بور اللي هي بي او ار وزودنا لها اي دي او اي ان جي، دي دايما طويله. زي كلمة tired يا مستر، tired مقطعين نفس الفكرة يا مستر، هي tired بس هي أصلها tired وبنزود لها يا إما ing يا إما ed فتبقى تبع الصفات الطويلة. طيب تعالى يا مستر نكمل القاعدة. قال لك بعد ما تجيب الصفة القصيرة هتقوم حاطط لها er وبعد كده تقوم كاتب than، واوعى تنسى الطرف الثاني اللي هيكون اسم. تعالى نكتب مثال كده واسيبك للحظة تفكر فيه. لقيتني بقول لك
the boys are strong. هنقف الأول كده لحظة. The boys are strong. الولاد أقوياء. جملة كاملة، دي جملة زي الفل ما فيهاش أي مشاكل. طب لو أنا قمت مكمل وقمت حاطط لها ER وقمت قايل لك than، بقت بمعنى الأولاد أقوى. الأولاد أقوى من مين؟ stronger than مين؟ لقيتني بقول لك than girl وقمت ساكت، قمت حاطط نقطة. قلت لك فين الغلطة اللي قدامك؟ يلا وقف كده ثانية وفكر فين الغلطة. عاش. طبعا انت لو قدرت تقول لي يا مستر اصل الغلطة في كلمة جيرل تبقى انت ممتاز. ليه؟ قلت لي يا مستر انت هنا جمع فانت عايز هنا جمع، فقمت قايل لي جيرلز البنات. اقول لك لسه غلط. تقول لي ازاي يا مستر؟ اقول لك افتكر بقى، ما انا ما قلتش مفرد وجمع بس، انا قلت معرفة معرفة، نكرة نكرة، مفرد مفرد، جمع جمع، وتبقى هنا the girls عشان يبقى الطرف الثاني زيه زي الطرف الاول، جمع جمع، مفرد مفرد، معرفة معرفة، نكرة نكرة. طب يا مستر لو انا حبيت انفي الار تنزل تبقى ارنت. طب لو حبيت اسال قال لك اعمل مقص، وهتقوم قايل لي ار ذا بويز، وهتقوم مكمل الجمله وحاطط الكويستشن مارك بتاعتك. يبقى يا مستر انا بالنسبه لي كده الصفه القصيره مفيش اجمل ولا ابسط منها. بس انا لو جالي كلمه زي كلمه tired، هل ينفع اجي عند tired واما اخليها له tiredر؟ غلط يا مستر. ليه؟ لان احنا اتفقنا ان تاير هي اصلها الثلاث حروف دول واحنا اللي زودنا لها الاي دي، ففي مقطع مضاف ما ضيفش مقطع تاني، وهنقولها بالتفصيل دلوقتي. تعال نكمل بقى في المقارنه مع الصفه الطويله. قال لك ابدا لي بسبجكت زائد فيرب تو بي، وبعد فيرب تو بي تلاقيني بقول لك مور او لس، ومور اكثر ولس اقل، وبعد مور ولسه الاقي لونج ادجكتيف صفه طويله، وبعد الصفه الطويله اوعى تنسى تستخدم ذان، ويبقى فاضل لك الاسم اللي هو طرف تاني. طب مثال يا مستر على هذا الكلام، لقيتني بقول لك ايه بقى مثال؟ مثلا a bus is less، قمت حاطط الصفة الطويلة expensive than cars. قوم قايل لك الجملة دي صح ولا غلط؟ هتبص انت فيها شوية كده تقول لي يا مستر انت بدأت بالأتوبيس بعديها لس والصفة الطويلة وذان وادي الاسم اللي هناك العربيات تبقى ايه؟ سمعتك قلت لي غلط. ليه يا مستر؟ قال لك هنا حطيت اس وهنا كانت مفرد، فالمفروض تقوم زي الشاطر تمسح الاس دي وتخليها كار بس كده يا مستر، تبقى صح. لا ناسي الآ، ما احنا قلنا يا مستر الآ بتاعت النكرة هنا لازم يتحط زيها هنا. يبقى يا مستر هنا الآ نكرة فحطيتها هنا نكرة. طب لو كانت هنا ذا كار معرفة كانت بقت ذا باص معرفة. طب يا مستر لو هنا كارز جمع كانت بقت باسز جمع. طب مستر لو انا عايز اعكس معنى الجملة دي، قال لك اول واسهل طريقة ان لسه تخليها ايه؟ مور، اقل، لما اخليها اكثر ابقى عكست. بس انا ممكن از اخليها ازنت وابقى برضو نفيت، عادي مفيش اي مشاكل. نخش بقى بعد كده على القواعد الغير منتظمة. ده جدول لازم يتحفظ زي كلمة جود يا مستر، لما باجي اعملها مقارنة بيبقى اسمها better than. طب لو انا عايز اخليها تفضيل بيبقى اسمها the best. طب زي كلمة bad بتبقى worse than. طب لو عايز اخليها تفضيل بتبقى the worst. طب يا مستر بعد كده قال لك عندك كلمة كمان ودي بتلخبط اللي اسمها far. قال لك دي بتبقى يا اما farther بالايه يا اما further باليو. ايه الفرق ما بين دي وما بين دي؟ هسيبك ثانية تفكر
لو انت عرفت تبقى شاطر ما شاء الله. فالفرق ما بين farther اللي بالاي وfurther اللي باليو ان further اللي باليو ينفع تيجي بمعنى more، انما اللي بالاي ما تجيش غير مع المسافة. انما في التفضيل يا مستر بيبقوا the farthest و the furthest، نفس المبدأ مفيش أي مشاكل. طب يا مستر ما تيجي نشوف مثال على المقارنة مع الصفة الغير منتظمة. هقول لك مثلا in English is better than math. الإنجليش أفضل من الماث. طب يا مستر أنا عايز صفة تانية، أقول لك بدل ما هي better خليها worse. عادي الاتنين غير منتظم. طب مستر هو كده المقارنة خلصت؟ قال لك لا، في بعض الملحوظات مهمة جدا 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 ليها علاقة بالمقارنة ولازم نخلي بالنا منها. أول ملحوظة مهمة ليها علاقة بالمقارنة كانت إيه؟ قال لك كان خلي بالك إن كلمة less ينفع يجي بعدها 3. إحنا كنا قايلين لسه مع الطويلة بس، قال لك لأ، ينفع يجي معاها صفة قصيرة، وينفع يجي معاها صفة طويلة، وينفع يجي معاها صفة غير منتظمة. أنت قايل لي إيه ده يا مستر؟ مش فاهم. قال لك يعني انا ممكن المثال اللي انا كنت كاتبه فوق بتاع English is better than math، ممكن اقوم قايل لك English، لا هنعكس، ممكن اقوم قايل لك ان math is less good than English. ايه يا مستر انت عملت ايه؟ انت جبت لسه زائد الصفة مثال كمان، بس المرة دي عايزين على صفة قصيرة. هقول لك علي is less happy than آية. علي أقل سعادة من آية. أنا كده قارنت علي بآية والصفة قصيرة بس ينفع تاخد لسه، اتفقنا إنه ينفع من غير أي مشاكل. طب يا مستر عندنا إيه كمان من الملحوظات هنا؟ قال لك خلي بالك من شكل الضمير بعد ذان. بعد ذان شكل الضمير بيبقى حاجة من اتنين، يا إما هجيبه شكله فاعل اللي هو I مثلا بس يجي بعديه فعل، يا اما اجيبه شكله مفعول بدون تكمله. مش فاهم. هقول لك مثلا علي is shorter than نقط. قال لك في النقط دي تقدر تكتب حاجه من اتنين، يا اما هتقول لي I am اللي هي I شكل الفاعل بعد كده الفعل، يا اما هتقول لي مين اللي هو شكل المفعول وتسكت، والاتنين صح مفيش فرق ما بينهم. طب يا مستر خلصت كده المقارنة؟ قال لك لا، لحد هنا ده القديم اللي انت واخده. تعالى بقى خش على الجديد. ايه الجديد؟ قال لك الجديد حاجة اسمها حالات حذف الذان. مستر هي المقارنة أساسية فيها إن أنا أجيب ذان؟ قال لك لا، أنا ممكن أحذفها. إمتى أقدر أحذف الذان؟ تعالى بقى نبدأ كده واحدة واحدة وفتح لي مخك. أول حالة لحذف الذان لو الطرفان في جانب واحد، لو طرفي المقارنة جم في جانب واحد، ودي بنسميها المقارنة ببط. مش فاهم. قال لك بص معايا كده، علي is young، علي صغير، but ولكن آية is younger. علي صغير ولكن آية أصغر. مستر أنا لاحظت حاجة، إن ده الطرف الأول وآية الطرف التاني والاتنين جم قبل صفة المقارنة، يبقى نحط ذان ما تحطش. وما تنساش إن أنت كمان عندك إيه يضمن لك إن ذان محذوفة but. نكمل. تاني حالة يا مستر لحذف الذان، قال لك لو الطرف الآخر معروف بديهيا أو غير مهم. لو الطرف التاني معروف بديهيا أو غير مهم زي إيه؟ بقول لك النهارده أحر أو النهارده أكثر حرا، طبيعي بقارن النهارده بإيه؟ امبارح أو بالأسبوع اللي فات. فأقول لك مثلا today، فأقول لك مثلا today is
hotter النهارده أكثر حرًا وسكت. هل شرط يا مستر إن أنا أكمّل؟ قال لك لأ، وخلّي بالك إن أنا لو في سياق للكلام قبل كده، حوار إن أنا أحذف الطرف التاني ده بيكون كتير جدًا. يعني لو هو مثلًا جاي لنا في passage كبير، في قلب الpassage يا مستر إحنا باين إن إحنا عمّالين نتكلّم على الأسبوع اللي فات، بعديها قُمت داخل مرّة واحدة قايل لك this week، فطبيعي أحط مقارنة يبقى مقارنة بالإيه، بالأسبوع اللي فات. حالة الحذف التالتة بقى اسمها عند وجود كلمة of the two. لما بالاقي of the two خلي بالك مش شرط الاقيها two كده مكتوبة two، لا انا ممكن الاقي twins parents حاجة مفيش منها غير اتنين، ساعتها هحذف الذان، هقول لك مثلا of the two، ولا اقول لك ايه، بدل ما نكتب the two خليني اقول لك of the twins who is the faster. ما بين التوأم من الأسرع، وخلي بالك إن أنا هنا ينفع أستخدم الذا. حالة الحذف الرابعة والأخيرة للذان هي قاعدة the more the more، اللي هي بمعنى كل ما الحاجة دي تحصل كل ما الحاجة دي تحصل. وخلي بالك the more ده اسم القاعدة، إنما القاعدة نفسها اسمها زائد صفة مقارنة. يعني لو الصفة قصيرة يتحط لها ER عادي، زائد زائد صفة مقارنة، فنستخدم مور مع الطويلة مش مع القصيرة. بص كده المثال ده لقيتني بقول لك the faster. يا مستر ده انت ما حطيتش مور، ما احنا اتفقنا بقى the faster you run كل ما تجري اسرع، the sooner you arrive كل ما تجري اسرع كل ما توصل اسرع، فكل ما الحاجة دي تحصل كل ما الحاجة دي ايه تحصل. طب مستر هو انا ممكن اقوم حاطط واحده مور وواحده لس، او الاتنين مور او الاتنين لس؟ عادي جدا، هقول لك مثلا the more you study كلما ذاكرت اكثر، the less ignorant you become كلما ذاكرت اكثر كلما قل جهلك، او كلما اصبحت جاهل بشكل اقل. طيب يا مستر انا بيتهيألي كده حالات حذف الذان تمام، ما فيهاش اي مشاكل ومحدش عنده اي مشكله فيها. قبل ما ندخل على التفضيل هنقول ملحوظه اخيره مهمه جدا 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 في الحته بتاعه المقارنه، وهديها لك في شكل سؤال واشوف هتعرف اجابته ولا لا. لقيتني بقول لك لقيتني بقول لك علي has not friends than me. تحدد لك في الاختيارات less ولا little ولا much ولا fewer، وسبتك تفكر كده 10 ثواني. طبعا لما انت وقفت وفكرت شويه جت في دماغك less، ممكن تبقى جت في دماغك little، وممكن جت في دماغك ماتش، انما اللي هتيجي في دماغه فيور ده الواد اللي مذاكر قوي 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 وفاكر درس كان عندنا السنه اللي فاتت في يونت 4 في اولى ثانوي اسمه كاونتبل وان كاونتبل، اسماء تعد واسماء لا تعد، وقام قال لي يا مستر فريندز دي هي اسم كاونتبل، يعني اسم بيتعد، وطالما بيتعد فلس وليتل ما بيجوش مع اللي بيتعد، ولا ماتش بتيجي مع اللي بيتعد، انما فيور اللي هي اصلها فيو عدد قليل زودنا لها اي ار وجت مع اللي بيتعد. ركز لان دي بتودي في داهيه وطلبه كتير قوي بتغلط فيها. ندخل بعد كده بقى على قواعد التفضيل، والتفضيل مفيش اسهل ولا ابسط ولا اجمل منه. قال لك ابدا لي معاك بسبجكت زائد verb to be، بعد verb to be يا مستر قال لك لازم تحط the. طب بعد ازاي يا مستر؟ قال لك صفة قصيرة، والصفة القصيرة اوعى تنسى تزود ليها est.
مثال لقيتني بقول لك علي is the وقمت كاتب طول طويل وقمت مزود ليها اي اس تي بقت علي از ذا تولست. مستر هو انا لو وقفت على كده تبقى الجمله صح ولا غلط؟ قال لك لا كده الجمله صح. طب يا مستر هو انا لو شلت كده وقمت حاطط in the class تفضل صح. طب لو انا قمت حاطط of the boys برضو صح. طب لاحظت حاجة؟ لاحظت ايه؟ قال لك ان of جابت جمع انما ان جابت مفرد. خلي بالك مع التفضيل of تجيب جمع وان تجيب مفرد. طيب مستر هو انا لما اجي انفي از تبقى isn't عادي؟ ولو عايز اعمل سؤال اعمل مقص وابدا باز وبعديها السبجكت واكمل وعلامه الاستفهام، مفيش اي مشاكل. تعال نخش على الصفه الطويله. قال لك في الصفه الطويله هتبدا برضه بالسبجكت زائد فيرب بي وبعد فيرب بي قال لك هتقوم حاطط ذا most او ذا least. وطبعا ما تنساش most يعني الاكثر وليست يعني الاقل ويجي بعديها ايه؟ قال لك صفه طويله. مثال يا مستر على الكلام ده هقول لك مثلا اغلى وسيله مواصلات في العالم الطياره. the plane is the most واقوم حاطط expensive. الطائرة هي الأغلى. طب يا مستر أنت ما كملتش عادي. طب لو كنت حابب أكمل برضو عادي. مثال كمان هقول لك مثلا آية is the وقمت كاتب مثلا most comfortable هي أكثر طالبة مريحة. comfortable. مستر انا لو وقفت على كده مظبوط. طب لو انا قمت مكمل وقمت قايل لك of the students صح. طب لو انا قمت قايل لك the most comfortable girl of معلش the most comfortable girl in the class برضو صح مفيش اي مشاكل. طب يا مستر مثال على الصفة الغير منتظمة هقول لك ان English is والصفة الغير منتظمة the best. مفيش يا مستر أسهل من الجزئية بتاعت الغير منتظم. طب أنا حافظ الأسوأ اللي هي the worst زي الفل بدون أي مشاكل. لحد النقطة دي احنا خلصنا كده التساوي بس عندنا حالات خاصة. قبل ما ندخل في حالات حذف الذا خلي بالك إن كلمة ذا least زيها زي كلمة less. يعني إيه يا مستر؟ قال لك يعني ينفع تيجي مع الصفة القصيرة وينفع تيجي مع الغير منتظمة وكده كده هي القاعدة بتاعتها الصفة الايه؟ الطويلة. يبقى ده ليست زيها زي ليست بتيجي مع كله. طيب بعد كده يا مستر هتلاقيني قمت مدخلك على جزئية اسمها حالات حذف الذان. كان في عندنا حالات حذف الذان دلوقتي عندنا حالات حذف الذان. أولهم عند وجود. اول ما الاقي ابوستروف اس او اس ابوستروف بتوع الايه الملكيه تحذف الذا. زي ايه؟ قال لك زي مثلا احمد نيوست كار احدث عربيات احمد او اجدد عربيات احمد. انا يا مستر ليه جبت نيوست بي اس تي؟ علشان فيها ابوستروف اس حذفت الذا. طب يا مستر تاني حاله الحالات الحذف قال لك عند وجود صفات ملكية اللي احنا لسه قايلينهم في يونت 3 يا مستر. اوعى تنسى واوعى عقلك يخونك. صفات الملكية اللي هي ماي وهير وهز واور ويور وذير بتحذف الذا. طب مستر اديني مثال. قال لك اشهر كلمة الجيل بتاعكم بيقولها ما عندوش في لسانه غيرها. صديقتي المقربة تقعدوا تقولوا ايه؟ ماي بيست
friend. هقوم انا سألك فين الذات بتاعت بيست، تقول لي اتحذفت ليه؟ عشان حطينا ماي. طيب مستر، حالة الحذف التالتة قال لك عند وجود ترتيب. ترتيب زي ايه؟ قال لك يعني مثلا لما الاقي كلمة first احذف الذا. ما ينفعش اقول لك first the best، لا اقول لك first best على طول. ما ينفعش اقول لك first the worst، اقول لك first worst على طول. تمام؟ كده احنا خلصنا التفضيل. تعال بقى نقول ملحوظة مشتركة في المقارنة وفي التفضيل الأول. قال لك خلي بالك من كلمة ever وكلمة never، وخليك فاكر إن ever بتيجي في التفضيل إنما never بتيجي في المقارنة. ما تنساش الملحوظة دي مهمة جدا. طيب مستر، أنا كده بالنسبة لي الدنيا بقت تمام وواضحة وصريحة ومفيش أي مشاكل. تعالى بعد كده نخش على التساوي. ندخل بعد كده على التساوي. يا ترى يعني ايه يا مستر كلمة تساوي؟ قال لك التساوي ده يعني الطرف الأول مساوي أو مطابق للطرف الثاني. يعني ايه يا مستر؟ قال لك يعني أنا مثلا هقول لك أحمد في نفس طول علي، يبقى الطرف الأول أحمد قد بالظبط طول الطرف الثاني اللي هو علي. والتساوي يا مستر قاعدته معروفة جدا وسهلة، هي as صفة as، بس طبعا لازم نقوم حاطين هنا verb to be وهنا صفة عادية، وما تنساش هنا في subject طرف أول وهنا في اسم طرف تاني. اديني مثال. قال لك مثلا إن علي is as وقمت حاطط هنا الصفة العادية اللي هي fast، وهنا أحمد مثلا. فكده أنا بقول لك إن علي في نفس سرعة أحمد. مين أكتر؟ مفيش يا مستر، ده الاتنين متساويين قد بعض بالظبط. لو قمت أنا مديك مثال كده وقمت قايل لك إيه؟ علي runs as نقط as أحمد، وقمت مديك الاختيارات كالآتي واديتك فرصة تفكر. يا ترى هي quick صفة عادية، ولا quicker صفة مقارنة، ولا quickest صفة تفضيل، ولا quickly حال؟ طبعا انت من غير تفكير هتروح بسرعه تقول لي يا مستر كويك لان اسمها اس صفه اس، لان بقول لك كويك غلط. طب انت مستغرب تقول لي طب يا مستر امال كويكر ولا كويكست؟ ما هي كويكر دي محتاجه ذان وكويكست محتاجه ذا. قال لك ما هما الاثنين برضه غلط. امال انت ليه اخترت كويكلي يا مستر الادفيرب او الحال؟ قال لك لان انت عندك فيرب وبعد الفيرب بيجي ادفيرب، فانا لما الاقي فعل عندي يا مستر اجيب صفه ولا حال؟ لا خلاص انا فهمت، مش هيضحك عليا، هحط الايه؟ الادفيرب اللي هو الحال. خلي بالك بقى لان انت لو حاولت تنفي القاعده دي قال لك هتدخل في جزئيه اسمها عدم التساوي. ايه يا مستر عدم التساوي ده؟ قال لك يعني بيقول لك ان الطرف الاول غير مساوي للطرف الثاني، يعني الطرفين مش قد بعض يا مستر. لا انا ما فهمتش. قال لك بص الاول القاعده بتقول ايه؟ القاعده بتقول ان انا هبدا بسبجكت زائد بي انفيها بنوت، وبعد كده يجي حاجه من اتنين، يا اما از يا اما سو. واوعى تنسى تحط صفه عاديه زائد از والطرف الثاني اللي بيكون اسم. يعني ايه يا مستر الكلام ده؟ قال لك يعني ممكن اقول لك ان علي isn't so او as وحط الصفة عادية خالص fast as احمد. كده هما غير متساويين، ولو استخدمت so صح ولو استخدمت as برضو صح، والاتنين زي بعض مفيش اي مشاكل ما بينهم. تعالى بقى يا مستر نتكلم على حاجة بنسميها صفات الدرجة أو أحوال الدرجة اللي هتيجي مع المقارنة عشان تعرفنا يا ترى الفرق كبير ولا صغير. وفي واحدة بتيجي مع التساوي اللي هو بمعنى مطابق. أنا مش فاهم حاجة يا مستر. قال لك أعرف الأول إن إحنا عندنا في بعض الكلمات بتيجي عشان تبين لنا إن الفارق في الصفة بيكون كبير. إيه الكلمات دي؟ قال لك لما تلاقي كلمة much أو a lot أو far أو even، أي كلمة من دول تشوفها جاية قبل صفة المقارنة تقول لك إن الفرق كبير. يعني مثلا أنا ممكن أقول لك إن علي is
faster than آية. علي أسرع من آية. طب أسرع بقد إيه؟ ما أعرفش، هو أسرع، بس بُص كده لمّا آجي أقول لك إن علي is a lot faster than آية. كده أنا باقول لك علي أسرع بكتير من آية، فأنت عرفت إن الفرق كبير. طب غيّر قالت تحط أي واحدة منهم صح، بس خلّي بالك هي التركاية مع الصفة الطويلة، لإن في ناس بتتلخبط. أنا ممكن أقول لك this car العربية دي is much more يا مستر عادي ممكن تقول لي much more expensive than that car. العربية دي أغلى بكتير من العربية اللي هناك. يا مستر أنت جبت ماتش بعديها مور، أيوه، خلي بالك إن في الاختيارات ممكن يضحك عليك ويقوم كاتب لك مور ماتش. هل في حاجة اسمها مور ماتش؟ لا يا مستر، هي اسمها ماتش مور. ماشي يا مستر، أنا فهمت الحتة دي تمام، ما فيهاش أي مشاكل. قال لك خلي بالك لأن أنت في عندك صفات بتيجي بمعنى فارق صغير. الكلمات يا مستر اللي هتيجي تقول لي إن الفرق صغير، قال لك الكلمات اللي بمعنى فرق صغير هي كلمة little، كلمة a bit، وكلمة slightly. أي كلمة من دول بتقول لك إن الفرق في الصفة صغير. يعني إيه يا مستر الكلام ده؟ يعني هقول لك مثلا إن مستر حسام is a bit older than آية. مستر حسام أكبر بفارق صغير من آية، ولا الفرق كبير؟ لا يا مستر الفرق صغير. طب ما أنا ممكن أقول لك يا مستر إن مستر حسام is a little faster than علي. هو أسرع بفرق صغير من علي. يبقى مستر اللي أنا فهمته دلوقتي إن أبت وقالتل وكمان سلايتلي بيقول لك إن الفرق إيه؟ فرق صغير، فرق صغير. قال لك بقى خلي بالك من الحتة اللي جاية دي أوي 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 أوي. قال لك أنا ممكن أستخدم كلمة the same as. يا مستر the same as ممكن تلاقيها the same as. ممكن تلاقينا كلمة exactly the same as اللي هي مطابق، يعني الاتنين قد بعض. بص كده وخلي بالك ان التركاية هنا مش في كلمة the same، هو في ايه اللي هيتحط هنا. بص كده اقول لك مثلا we are the same نقط. عايز اقول لك ان احنا في نفس العمر او في نفس السن. يا ترى هتختار old ولا age ولا older ولا oldest؟ انت للوهله الاولى هتقوم جاي ايدك ممدوده على اولد وتقول لي صفه، لاني قلت لك غلط والاجابه هي ايج. طب انت قايل لي ليه؟ هقول لك بعد كلمه ذا سيم ما بتجيش الصفه، بيجي اسم من الصفه، اللي هو هجيب هنا كلمه العمر او السن. لو انا مثلا هتكلم على فرق الطول هقول لك نفس الطول اللي هي هايت مش طول. لو انا هتكلم على حاجه اغلى من حاجه او الحاجتين بنفس الغلاء هقول لك برايس اللي هو سعر. فبجيب اسم الصفه مش الصفه نفسها. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو الأول من المراجعة بتاعتنا وهو فيديو الشرح. استنونا في الفيديو الجاي هنحل مع بعض شوية أسئلة مهمة جدا جدا بإذن الله نروح نلاقيها في الامتحان ونتدرب على كل الأفكار بتاعتها علشان ما نتفاجئش. سلام.